اذا حرتي واش طيبي اليوم في الفطور وحبيتي تنوعي شويه وخلصوا لك الافكار، ننصحك بهذا الطبق الاقتصادي بالدرجات. راح يجيك ابن كغاتان تقدري ديريه. يجي فيه 3 طبقات، بصح ما تخافوش ساهل. نبدا بالطبقه الاولى، ناخذ حبه بصل كبيره ولا 2 متوسطين، نسكرفجهم في الاشواغ ونقلي نص في شويه زيت، والباقي نخليه على جهه للطبقه الثانيه. نزيد الفلفل الكحل والملح، كي يتقلى تزيد ربطه السلق، نغطيه ونخليه يطيب. بعد ما طاب نخليه يبرد، وبعد نرحيه في الاشواغ ونزيد عليه 2 حبات بيض، الفرماج وشويه معدنوس، ونرحي كلش حتى نتحصل على هذا القوام. نخليه على جهه ونجوزو للطبقه الثانيه اللي درت فيها. درت على الدجاج قطعته صغير مع الملح، فلفل كحل، كركم وتوابل الدجاج. زدت عليه البصل اللي كنت خليته على جهه، 3 سنات ثوم، نمرق بالماء سخون ونغطيه. ومن بعد نحي كامل هذاك الدجاج ولا صوص، ولا ما عندكمش لا كريم ليكيد تزيدوا على الفرماج، ولا حتى تقدروا تعقدوها بالفارينه. والبولي زدت البطاطا مقليه، كنت قليت 3 حبات، زدت 2 حبات بيض، الملح وفلفل كحل. والطبقه الثالثه فيها مغرفه كبيره فرماج، نص مغرفه لا طوماط كونسونطري، حبه بيض، 4 كاس حليب، ملح وفلفل كحل، ونميكسي كلش. ومن بعد نعمر بهم هاد لي غامكان تاع كوتكس كوكيت، منتوج جديد فيه اون فاريتي كبيره ومتنوعه تاع لي مول. كاين لي مولا كيك تاع البيتزا، لي كيش، لي غراتان، المهم يصلحوا كامل باش طيبوا بهم في الفور ولا في الميكرووند، ولا تحطوهم في الكونجيلاتور. ويتحملوا السخانه تاع الفور حتى 200 درجه، والبروده تاع الكونجيلاتور حتى ناقص 20 درجه. يساعدوا بزاف، وحتى كي طيبوا فيهم حاجه يديمولاو بسهوله. دخلتهم للفور على 170 درجه حتى البيض يشد مليح روحو ويطيب.